لكن كعرب ما نقدرش نفتكر للدولة العثمانية إلا إنها كانت سبب في التأخر اللي احنا موجودين فيه لحد دلوقتي، وإنها كانت سبب في الاحتلال الإنجليزي لمصر والاحتلال الفرنسي لتونس والجزائر وضياع فلسطين وتقسيم الشام وعدد كبير من المصايب اللي مالية كتب التاريخ. حاولت في الفيديو ده إن أكون منصف، الدولة العثمانية في الآخر هي خلافة إسلامية. وعشان برضو تبقى عارف أنا هنقل لك رأي محمد علي الألباني في الأتراك، واللي قال عنهم إنهم قوم يبيعون أنفسهم إذا وجدوا من يشتريها، وأنا سأشتريها. والمشهد اللي انت شفته دلوقتي ده للشعب التركي في وقفة لإحياء ذكرى مصطفى كمال أتاتورك، الراجل اللي أسقط الدولة العثمانية وألغى الشريعة الإسلامية وحارب الإسلام والمسلمين وأغلق المساجد ومنع الأذان ومنع لبس الحجاب، وأعلن تركيا بلد علماني، وحول كتابة اللغة التركية من الحروف العربي للحروف اللاتيني. يعني باختصار الأتراك بيحتفلوا بيوم سقوط الدولة العثمانية، وانت كعرب